اهلا اصدقاء السينمائيون، اليوم راح نسوي مراجعة بدون حرق للاحداث المسلسل American Prime Evil، ويلا يحكي المسلسل عن سارة وهي أم وياها ابنها متوجهين لمكان معين بالغرب الأمريكي حتى توصل ابنها لأبوه خلال ظروف صعبة شاردين من شي وراهم بالماضي. تدور أحداث المسلسل بسنة 1857 بإقليم يوتا قبل الحرب الأهلية الأمريكية، بحيث يلتقي السكان الأصليين والمستوطنين وميليشيات المورمون والجيش الأمريكي بصراعات دموية. المسلسل يتكون من 6 حلقات بتصنيف ويسترن ودراما تاريخية من إنتاج شبكة نتفليكس. What do you think's out there? Your father. Brigham Young trying to make his kingdom. President try to stomp it out. وقبل لا نبدأ نحكي بالمسلسل لازم نتذكر شغلة مهمة قالها إن المحنك السينمائي سابقا. Do you know all of the camera angle can change your perspective to the whole scene? Like if you use low angle, it will make you look greater. And if you use Dutch angle, it will create terror and hatred. المسلسل يحكي على 4 جهات. أولا السكان الأصليين وهم الهنود الحمر واللي هم لهم الأساس بامتلاك الأراضي الأمريكية. ثانيا المستوطنين وهم الأشخاص اللي هاجروا للغرب الأمريكي خلال منتصف القرن ال19 حتى يبحثون عن فرص جديدة سواء من أراضي أو موارد أو حياة أفضل، وهذول المستوطنين اجوا من خلفيات متنوعة وغالبا ما كانوا من حركة التوسع المعروفة باسم مانيفست ديستني، وهي العقيدة اللي تبنت ان فكرة التوسع الامريكي عبر القارة كان مقدرا ومشروعا. وطبعا هذول المستوطنين يشملون المهاجرين الاوروبيين البريطانيين الايرلنديين والالمان اللي اجوا للغرب الامريكي، او حتى الامريكيين نفسهم اللي اجوا من الولايات الشرقية للغربية حتى يبحثون عن الفرص. ثالثا المورمون، وهي حركة دينية مسيحية بدأت بالولايات المتحدة ببداية القرن ال19 بمدينة نيويورك، وضمت هواية باع بسبب من معتقداتها والنصوص الدينية الجديدة اللي قدمتها مثل كتاب المورمون واللي اعتبروه مكمل للكتاب المقدس. رابعا الجيش الامريكي، وهو يمثل قوة امريكية فيدرالية واللي كانت تسعى للتوسع بسيطرتها على الاراضي الغربية، بنفس الوقت كانت توفر حماية للمستوطنين اللي يتوسعون غربا من هجمات السكان الاصليين. القصة بهذا المسلسل ارتكزت على 3 جوانب اساسية، وهي اولا العلاقة بين المرشد ريد وسارة وابنها، ويركز هذا الجانب على رحلتهم والتحديات اللي يواجهوها حتى توصل ابنها لأبوه. 2 صراع بيرخامو اللي هو زعيم المورمون والمستكشف جيم بريدجر. 3 نضال قبيلة الشوشون من السكان الأصليين ضد عدوان المورمون، خصوصا بعد ما انضمت لهم آبش بعد ما شافت المجزرة اللي سووها المورمون ضد المستوطنين. وهنا راح نشوف مقاومة السكان الأصليين للاضطهاد، وبنفس الوقت مثل ما ذكرنا أن الجيش الأمريكي يدعم توسع المستوطنين باتجاه الغرب. كانت آبش هي الدليل على أن المورمون قتلوا المستوطنين، وهنا خلق بداية صراع بينهم. ونبدأ بالجوانب الأساسية بالمسلسل. الإخراج والتصوير الفوتوغرافي كان رائع جدا، وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى المسلسل يكون ممتع بصريا، حقق الغايات المطلوبة بشكل ممتاز، بحيث شفنا أغلب المشاهد كان يبين عليها طابع الحقد والكراهية، ولاحظنا كثرة استخدام الدوتش أنجل، واللي مثل ما ذكر المحنك سابقا إنه هاي الزاوية تستخدم حتى تعبر عن الحقد والكراهية وتخلق أجواء غير مريحة. فعلا هو هذا اللي كنا نشوفه طول حلقات المسلسل، توتر وكراهية مستمرة، وهاي التفاصيل خلت المشاهد على ترقب مستمر انه ممكن باي لحظة يصير صراع بين شخصيتين تنقلب الاحداث المجزرة ويتم ابادة مجموعة كاملة خلال ثواني. بالمقابل كان العنصر المكمل اللي حقق لنا هذا الشيء هم الممثلين، فهم قدموا لنا اداء ممتاز وخلونا نندمج ويا احساس كل شخصية تجاه الثاني. واشيد بالخصوص على اداء الممثل تايلر كيتش وبيتي جيلبن، فهم قدموا لنا اداء اكثر من رائع. فتايلر قدم لنا اداء عاطفي معقد يعكس الصراع الداخلي الشخصيته، بالاضافه لانه التمثيل من الشخصيات الثانويه كان ممتاز وضاف عمق للعمل. الاجواء الواقعيه فصوروا لنا الغرب الامريكي بحرفيه عاليه من حيث تصميم المشاهد والازياء والديكورات واهتمامهم بالتفاصيل مثل الأسلحة والأدوات والبيئة البرية. قسوة الغرب الأمريكي في المسلسل طلع لنا الواقعية الوحشية بالقرن ال19، وعكس الصراعات والمآسي اللي صارت بسبب التوسع الأمريكي. وكل هاي التفاصيل ما خلت مجال لوجود الملل، لأن راح تخليك مندمج ومتحمس ومستمتع بالأحداث، خصوصا أن الأحداث عنيفة ودموية بشكل كبير. بعد ما عرفنا تفاصيل كل مجموعة وتوجهاتها والجوانب اللي ترتكز عليها القصة، وحكينا عن النقاط الإيجابية،
هسه راح نحكي عن السلبيات. السرد كان يفتقر للتماسك، فالمسلسل يحاول يجمع بين قصص متعددة دا تصير بوقت واحد، وهذا شيء حلو ومن النقاط الإيجابية. لكن هاي القصص ما كانت مترابطة ويا بعض بشكل كافي، فكل قصة كانت تبين كأنها قصة منفصلة عن الثانية، وهذا الشيء خلاه من الصعب على المشاهدين انه يتابعون القصة كقصة واحدة متكاملة. فبدال ما تكون اكو حبكة واحدة تجمع الشخصيات والأحداث، المسلسل يقدم عدة خطوط بدون ما يربطها بشكل طبيعي. قلة تركيزهم على القصة الرئيسية، فالمسلسل يفتقر المحور مركزي، وهذا الشيء خلى المشاهد ينتقل من شخصية ثانية بدون ما يكون اكو هدف واضح. في التكرار شفنا تكرار باستخدام مواضيع مألوفة بالأعمال الغربية، مثل صراعات البقاء، التوتر بين المستوطنين والسكان الأصليين، أو استخدام العنف كعنصر أساسي بالسرد. فهاي المواضيع تعتبر مكررة وتقدمت مسبقا بصورة أفضل بأعمال ثانية مثل ديدوود وهيل أون ويلز. عنصر المفاجأة، الحبكة كانت تتبع مسارات متوقعة وما كان كل التواءات درامية كبيرة. بالنسبة إلي كنت راح أفضل لو قدموا لنا زاوية جديدة بهذا العمل من خلال سرد القصص من وجهة نظر السكان الأصليين أو من وجهة نظر المورمون، لكن بطريقة عميقة أكثر. لكن بدال هذا ركزوا على الصراعات العامة بدون شيء مميز. وبالنهاية السلبيات اللي ذكرناها ما راح ينتبه عليها فقط الأشخاص اللي يتابعون الأعمال الويسترن بكثرة أو الأشخاص اللي يبحثون عن العمق بالتفاصيل الصغيرة بالعمل. أما إذا كنت مو من متابعين الويسترن تبحث عن عمل تستمتع به، فأنصحكم بشكل كبير أنكم تتابعون هذا العمل. وبنفس الوقت أنوع على أن العمل دموي بشكل كبير، لذلك تأكد من التصنيف العمري وغيرها قبل لا تشوف. تقييم الشخصي للمسلسل 7 من 10، وانتو كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا بعدك ما شايفه فلما تشوفه ارجع اكتب لي رأيك. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد يخص السينما. تقدرون تتابعونا على باقي المنصات حتى نخلي عائلتنا السينمائية تكبر أكثر وأكثر. الروابط موجودة بالوصف. كان وياكم حسين رسن، وهذا برنامج في المينو، وأكيد لا تنسى تو انجوي.